صباح الخير، صباح الفل والجمال، صباح الانوار. معدية النهارده هنعمل حاجه كل بيت مش بيستغنى عنها. هنعمل الطحينه. عملتها معاكم قبل كده وبنفس المقادير. حابه تعمليها بسمسم بس اوكي، حابه تعمليها بفول وسمسم ودقيق اوكي، حابه تستغني عن الدقيق مفيش مشكله. فول وسمسم، سمسم وزيت بس هتتعمل، يعني ما تخافيش. بس احنا بنعمل النهارده طريقه ازاي هنزود الكميه معانا. انا معايا كوبايه سمسم ومعايا كوبايه فول سوداني. الفول محمص، اما السمسم اللي معايا ابيض ني انا غسلته من امبارح وشطفته كويس وهحمصه. كله هيتحمص مع بعضيه. لازم نسخنه كويس على البوتاجاز. علشان ايه يا تيتا؟ عشان نطلع الرطوبه منه. بس بما ان السمسم معايا مش محمص فانا ايه هحمصه الاول وبعدين انزل بالفول وبعدين انزل بالدقيق. تمام؟ ونشوف الزيت هنضربه ازاي وازاي هنخلي معانا لون السمسم او لون الطحينه بيضه وما تبقاش غامقه. يلا بينا على البوتاجاز الاول. يا حبيبتي، بما ان السمسم ده انا عاملاه ابيض وني فانا لازم احمصه شويه. وده السمسم المحمص اللي عندي اهو. شايفين فرق اللون؟ معلش عشان الاضاءه بس بتاعت الشباك هي اللي ايه، يعني هوريكي حبه من هنا وحبه من هنا اهو. شايفين الفرق ده من ده؟ لو حابه تعملي سمسم محمص يا دوب هتسخنيه وايه ومش هيتحمص طبعا، فاهمه؟ لكن بما ان السمسم ده ابيض فانا لازم احمصه شويه وايه، وبعد كده هنزل بالفول السوداني وننزل بالدقيق. وخلي بالك اوعي يتحرق منك. حلوه قوي كده. السمسم الابيض يا جماعه لازم يتغسل، لازم يتغسل كويس بصراحه. طلع طين معاه. انا عارفه كلكم شاطرين وكلكم يعني، بس يعني في بعض الاحيان بتبقى في تركايه كده بنتكلم عنها اثناء التصوير تبقى تايهه عننا. كلنا بنتعلم من بعض زي ما بنقول. انا مهديه النار عشان ما يتلسوعش مني لان السمسم ده حاجه خفيفه. شايفين بدا يطقطق كمان اهو الصوت معانا. معنى كده ان هو ايه بيتحمص. الاسباتيولا خفيفه. الله، كمان الريحه بدات تطلع. فاهمين؟ يلا هو بدا يتحمص معايا. هروح نازله بالفول والدقيق وهحمصهم كلهم مع بعض. لازم كله يشم النار كويس قوي. هنعمل كميه حلوه خالص، يعني الكميه اللي معانا دي هتعمل لنا كميه حلوه من الطحينه. ومن نفس الطحينه هنعمل مع بعض الحلاوه الطحينيه. انا عملتها برضو معاكم قبل كده، بس احنا ايه لازم كل سنه او كل ماده بنجدد الطبخات بتاعتنا وبنجدد الاكلات. هي احنا مش هنعمل الحاجه مره واحده ونسكت، لا. واللي ما شافش الفيديو اللي عدى يشوف الفيديو ده لان عاملاه من فتره برضو يعني. يلا هنعمل اللايك ولا مش هنعمل؟ اهم حاجه اللايك. اللايك هو اللي بيرفع الفيديو اللي معانا. الشرقيه هنعمل سبسكرايب ولا لا؟ هندوس على الجرس ولا لا؟ انا عارفه انتوا بتعملوا كل حاجه من غير انا ما اقول. يلا عشان انتوا اللي بتشجعوني ان انا استمر، والكومنتات الحلوه التحفيزيه دي اللي بترفع من الروح المعنويه بصراحه. هو ساخن وانا شامه ريحه التحميص معايا بصراحه.
يلا بينا على الخلاط. طبعا بعد ما حمصناهم لازم ايه نطحنهم، هنطحنهم في المطحنه. تمام. وهيطلع معانا ايه بقى؟ هيطلع معانا الزيوت الطياره اللي هي في السمسم واللي في الفول. حلو قوي. طيب هطحنهم وارجع لكم عشان ما نطولش الفيديو. ادينا خلصنا بقى ايه طحين الفول والسمسم والدقيق مع بعض. شايفين ملكلك ازاي كده؟ زي ما قلنا الزيوت العطريه اللي في الفول والسمسم. وزي ما قلت لك حابه تعملي سمسم وزيت تمام، حابه تعملي سمسم وفول وزيت وتستغني عن الدقيق مفيش مشكله. احنا بنزود الكميه وبنحاول نخلي كل حاجتنا اقتصاديه. لسه بقى هننزل بالزيت. جبت بقى الخلاط اهو. ثواني بقى ارفع لكم الخلاط كده شويه عشان نشوف هنعمل ايه. بص بقى يا سيدي، هناخد شويه، هناخد نص كوبايه الزيت الاول. تمام. تعملي ايه يا تيتا؟ هضرب في الزيت ده كويس جدا لغايه ما لونه يفتح معايا. الخطوه دي هي اللي بتفتح لي لون الطحينه اللي انا عايزاها. تمام. هفضل اضرب في الزيت كويس. شايفين لون الزيت عمل ايه معايا اهو؟ بقى ابيض. تمام. هضربه شويه كمان، انا بحب اطول بالي على الحاجه. خلاص ضربت الزيت بتاعي. هنزل بقى بالخليط بتاعي. تمام. هاخد شويه واضرب ونشوف الزيت هننزل بيه ازاي. تمام. ونكمل تاني. هاخد كمان حبة زيت، بس ايه بقى؟ حاجة بسيطة كده يا جماعة عشان انا اللي هتحكم في القوام اللي انا عايزاه. تعالى يا عم، رايح فين بس؟ الخطوة دي بقى نعمل ايه؟ لازم ننزل بالزيت سرسوب سرسوب يا جماعة. شايفين الجمال؟ ليه الخطوة دي؟ ليه الخطوة دي بننزل بيه سرسوب سرسوب؟ علشان الزيت ما يفصلش من الخليط بتاعنا. تمام. ونشوف القوام اللي احنا عايزينه، وكل شوية برضو ننزل اللي هنا ده. حلو قوي. نضرب كمان. شوف الطعم. الله، طحينة، طحينة جميلة. نضربهم كويس ونرجع. خلصت انا ايه ضرب الطحينة بتاعتي. يلا نشوف هينزل معايا. شايفين قوام برضو جميل جدا جدا. عمل معايا كيلو، يعني اكيد البرطمان ده بياخد كيلو طحينة. حلو قوي قوي قوي. على فكرة بصوا بقى، شايفين مفيش زيت فاصل منه اهو، ولما يقعد بيتقل تاني يا جماعة. هعمل لكم بقى ايه الطحينة الكدابة اللي بيعملوها في المطاعم، وانا ما جربتهاش قبل كده وما بحبش اعملها، بس انا هعملها قدامكم. ليه؟ برضو هي طريقة موفرة جدا. وايه بقول لكم كل سنة وانتم طيبين. طبعا مش بنستغنى عن الطحينة لا في الفول المدمس ولا في الفسيخ ولا في اي اكل، والمشويات كمان ده حاجة اساسية معانا الطحينة. ايه رأيكم؟
اهو يا جماعه، شايفين اجمل طحينه بيتي اعمليها بايدك. وزي ما بنقول مهما الحاجه تبقى غاليه بره تعمليها في بيتك هتبقى ارخص. تمام؟ يلا بقى، عملنا اللايك ولا لسه؟ وسبسكرايب ولا لسه؟ مش هوصيكم وهقول لكم باي باي حبايب قلب تيتا.